من داخل أسوار قلعة كركوك التاريخية، تحية طيبة مشاهدينا الكرام. سنكون معكم في تقديم فيلم وثائقي عن حقبة قصيرة حاول فيها النظام البائد تدمير القلعة وتهجير سكانها. سنعيد فتح الجراح ونستحضر الشهادات لننقل لكم حكاية مقاومة التاريخ. تحتضن مدينة كركوك في مركزها قلعة أثرية بارزة تعرف باسم قلعة كركوك، يكتنف تاريخ تأسيسها الغموض لغياب التنقيبات الأثرية فيها، حيث يذكر العالمان الأثريان طه باقر وفؤاد سفر في كتابهما المرشد إلى موطن الآثار والحضارة الرحلة الرابعة بأن في عام 1923 عثر وعن طريق الصدفة عن 51 لوحة طينية في الجانب الجنوبي للقلعة تعود إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد في زمن الملك البابلي حمورابي. أشارت هذه اللوحات إلى أن كركوك وقلعتها كانتا عاصمة لدولة الغوتيين خلال الفترة 2210 إلى 2116 قبل الميلاد. لهذا تشير الدلائل التاريخية بأن الغوتيين على الأرجح هم الذين وضعوا اللبنات الأولى لبناء مدينة كركوك. تعد قلعة كركوك واحدة من أقدم المواقع الأثرية في العراق. كانت القلعة مركزا مهما للتجارة والثقافة عبر العصور، وشهدت العديد من الحضارات التي تعاقبت على كركوك عبر العصور التاريخية، إذ كانت قلعة كركوك مركزا إداريا وعسكريا في عهد الملك الآشوري آشور بانيبال في القرن السابع قبل الميلاد، كما حظيت بالاهتمام في عهد الدولة السلجوقية من 312 إلى 281 قبل الميلاد، لكنها تراجعت أهميتها في عهد الدولة الساسانية، إذ ارتكب ملوك ساسانيون مجازر ضد سكانها. فتذكر المصادر التاريخية بأن شابور الثاني قتل أمام كنيسة كركوك 100,000 شخص من سكانها من الديانة المسيحية. وقد استمرت الحياة والنشاط الحضاري في قلعة كركوك منذ تلك المراحل الحضارية إلى سنة 1990، إذ كانت المدينة محصورة في القلعة تقريبا إلى مطلع القرن الثامن عشر الميلادي، حيث بدأ الناس من بعد ذلك يبنون البيوت في السهل خارج بدن القلعة. تجسد قلعة كركوك بتصميمها الدائري وارتفاعها 18 مترا عن سطح الأرض، ومساحتها التي تقدر ب200,000 متر مربع، وموقعها في شرق مجرى نهر الخاصة. وكانت تضم القلعة 4 مداخل رئيسية، هي الباب الحجري وباب الطوب من الجهة الغربية، وباب 7 البنات، والباب الحلوشية من الجانب الشرقي. وكانت مزيجا ثقافيا غنيا، حيث ضمت قلعة كركوك 3 محلات سكنية، حمام، أغلق، وميدان، احتضنت بحدود 760 وحدة سكنية ومراكز دينية ومرافق خدمية، وعاش فيها حوالي 4,000 شخص من مختلف المكونات العرقية: اليهود، الكلدو آشوريين، الكرد والتركمان، والديانات اليهودية، المسيحية والإسلام. تمتاز القلعة بالعديد من المعالم الأثرية ذات القيمة التراثية والمعمارية العالية، والتي تجسد ثقافات عرقية ودينية مختلفة عبر العصور. من أهم هذه المعالم مقام النبي دانيال وعزير وحنين، جامع الكبير، جامع العريان، القبة الخضراء، الكنيسة القديمة، مدرسة شاه غازي، وسوق القيصري وغيرها
بالإضافة إلى العديد من الدور السكنية التراثية لشخصيات بارزة. قلعة كركوك ليست مجرد موقع أثري، بل هي أيضا رمز للهوية الثقافية للعديد من مكونات الإثنية والدينية التي سكنتها، بما في ذلك الكرد والتركمان والآشوريون. كانت القلعة مركزا للحياة الاجتماعية والاقتصادية في كركوك، حيث كانت تحتوي على أسواق تقليدية ومساجد وكنائس تعكس التنوع الديني والثقافي للمدينة. يقوم الدكتور درشاد عمر عبد العزيز، أستاذ تاريخ العراق الحديث والمعاصر من جامعة كركوك، بتنفيذ مشروع تحت عنوان التأثيرات المتعددة لتهجير سكان قلعة كركوك بين 1989 إلى 1998 كدراسة تاريخية شفهية. المشروع برعاية وتمويل من شبكة النهرين في جامعة كلية لندن، وبالتعاون مع قسم التاريخ كلية آداب جامعة كركوك. يهدف المشروع إلى دراسة تاريخ قلعة كركوك مع التركيز على الفترة من عام 1989 إلى عام 1998 عندما تم تهجير سكان القلعة وهدمها من قبل الحكومة العراقية والحكومة المحلية في كركوك. ويلعب التاريخ الشفهي دورا مركزيا في هذا المشروع، ويساهم في المشروع أيضا مؤرخون محليون وشهود عيان من سكان القلعة المتنوعين عرقيا ودينيا في جمع التاريخ الشفهي، من أجل مشاركة معارفهم وخبراتهم والمساهمة في الحفاظ على تاريخ كركوك ونشر المعلومات التاريخية للجمهور، مما سيساعد على رفع مستوى الوعي بالتراث الثقافي لكركوك وتمكين المجتمع المحلي من المشاركة في إحيائه. المشروع يسلط الضوء على جريمة ثقافية وحضارية كبيرة وقعت على قلعة كركوك من خلال قرار سياسي من قبل الحكومة العراقية بتهجير سكان قلعة كركوك في سنة 1989 بحجة ترميمها، ومن ثم بقرار سياسي آخر من الرئيس العراقي السابق أثناء زيارته إلى مدينة كركوك في 16 آذار 1990 بهدم القلعة. وبموجبه تشكلت الإدارة المحلية في المدينة لجنة للقيام بعملية استملاك الدور السكنية والمباني التراثية وتهجير سكانها إلى مناطق خارج القلعة، ومن ثم هدم الأبنية السكنية والمواقع التراثية فيما بعد، وتم تخصيص مبلغ مالي لها. وبدأت عملية الهدم لقلعة كركوك بمرحلتين، المرحلة الأولى بدأت في سنة 1990 والمرحلة الثانية في سنة 1998. تسعى المشروع للإجابة عن السؤال الرئيسي: ما هي أهداف ودوافع النظام السياسي في اتخاذ قرار بتهجير سكان قلعة كركوك سنة 1989؟ وما هي أسباب وراء قرار هدم قلعة كركوك من قبل الحكومة العراقية؟ وما هي الروايات والشهود العيان على عملية التهجير وهدم قلعة عام 1990؟ وبالإضافة إلى ذلك مجموعة من الأسئلة الفرعية، ومنها: هل لعبت السياسة التطهير العرقي والثقافي في اتخاذ قرار؟ ما هو تأثير تهجير وهدم قلعة كركوك على التراث الثقافي والإثني والتاريخي لمدينة كركوك؟ وما هي الآثار المتعددة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية لتهجير سكان قلعة كركوك؟ أيضا هذه المشروع تهدف إلى المقابلات مع مؤرخين محليين وسكان القلعة إلى جمع رواياتهم الشخصية عن حياة في القلعة قبل وأثناء وبعد عملية التهجير والهدم، وفهم تجاربهم وتأثيراتهم هذا الحدث على حياتهم. أيضا في توجيه الحكومة المحلية الحالية نحو إصلاح الماضي والاهتمام بالمعالم التراثية من أجل بناء مجتمع سليم يسود فيه التسامح والعيش المشترك وإحياء الثقافة المتنوعة من خلال الاحتفاء بالتنوع العرقي للمدينة. ويعد فهم تاريخ كركوك وتراثها ضروريا لبناء مستقبل أفضل لهذه المدينة المتعددة الثقافات. تقدمت مفتشية آثار كركوك سنة 1989 بمقترح إلى دائرة الآثار والتراث في وزارة الثقافة والإعلام
تضمن المقترح خطة شاملة لصيانة وترميم المباني الأثرية والسكنية داخل القلعة كركوك مع رؤية لتطويرها. وقد طالبت المفتشية بضرورة استملاك جميع البيوت التراثية والعقارات الواقعة ضمن نطاق القلعة، وذلك لتسهيل عملية الصيانة والتطوير ووضعها تحت الإدارة دائرة الآثار والتراث. إلا أن مسار الأمور اتخذت منحى مغايرا، حيث صدرت كتاب من ديوان رئاسة الجمهورية المرقمة 33511 في 20 أيلول 1989 يقضي بتحويل ملكية جميع البيوت التراثية والعقارات في قلعة كركوك من دائرة الآثار والتراث إلى الإدارة المحلية في محافظة كركوك. وتم نقل الملكية قلعة كركوك بموجب محضر استلام وتسليم، وبهذا انتهت علاقة وزارة الثقافة والإعلام دائرة الآثار والتراث بها في 4 تشرين الأول 1989. وبعد استلام للقلعة قامت باستملاك كافة الدور وعملت على إخلائها من السكان، بذلك أصبحت الإدارة المحلية هي الجهة المسؤولة عن استملاك جميع العقارات في قلعة كركوك، مما شكلت منعطفا هاما في تاريخ الموقع الأثري، وكان بمثابة خطوة الأولى في تهجير سكان القلعة إلى خارجها وتحديد مصير قلعة كركوك. في 16 آذار 1990 شهدت قلعة كركوك زيارة تفقدية للرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، وقد ظهر صدام في ذلك اليوم عبر شاشات التلفزيون مخاطبا الجمهور من أمام قلعة، وأصدر توجيهات تقضي بضرورة إزالة المنازل من على قلعة كركوك وتعويض أصحابها. ولم تقتصر توجيهات صدام على تصريحات تلفزيونية فقط، بل تم توثيقها رسميا في وثيقة أرسلها إلى وزارة الإعلام، وقد أكدت هذه الوثيقة على تشكيل لجنة مختصة في نفس اليوم الزيارة، أي في 16 آذار 1990، بهدف تنفيذ عملية الهدم للقلعة وتحديد المنازل التي تقع بمساحتها عن 200 متر مربع تمهيدا للاستيلاء عليها وإزالتها. وتنفيذا لهذا القرار أصدرت محافظة تأميم آنذاك أمرا إداريا بتشكيل لجنة لهدم القلعة وتحديد المنازل التي تبلغ مساحتها أقل من 200 متر مربع لاستملاكها وهدمها. حقيقة تعكس هذه التشكيلة لو نلاحظ في هذه اللجنة المشكلة بتوقيع من محافظ كركوك عدنان غيدان، تعكس هذه التشكيلة مدى سرعة إدارة المحافظة في تنفيذ الأوامر الرئيس العراقي السابق، فإن وجود عدد كبير من المديرين والمسؤولين المحليين في اللجنة يشير إلى مدى استعداد المحافظة لتنفيذ الأوامر بسرعة وفعالية، وأيضا مدى تدخل الحزب الحاكم في تلك الفترة في شؤون قلعة كركوك التراثية، حيث يظهر وجود ممثل حزب البعث الحاكم في اللجنة بوضوح للهيمنة على الأعمال ومراقبة سير العمل. بدأت لجنة المحافظة في تنفيذ قرار هدم المنازل الواقعة محيط قلعة كركوك التاريخية، وذلك في 29 تشرين الثاني 1990 بدلا من الموعد المقرر سابقا في بداية سنة 1991. وقد باشر المقاولون المرحلة الأولى من عملية الهدم، والتي يشمل إزالة ما يقارب 500 منزل، حيث تم بالفعل هدم حوالي 15 منزلا في اليوم. في أواخر التسعينات تم إسكان قوة من الجيش العراقي في فوج صواري كركوك في قلعة كركوك، وتم هدم كثير من البيوت التراثية ونتيجة إهمالها وتعرضها للإهمال وهدمها. وفي سنة 97 تم اتخاذ قرار سياسي من بغداد بهدم قلعة كركوك وتحويلها إلى مقاولات. فهذه مقاولة في محلة ميدان في المنطقة الشمالية من القلعة،
ومنطقة أغالق في وسط قلعة كركوك، ومنطقة الجنوبية للقلعة مقاول ثاني. حقيقة تحولت جهود لجنة المحافظة لتطوير القلعة إلى كارثة تاريخية ومعمارية، فبدلا من ترميمها والحفاظ على طابعها التراثي قامت اللجنة بتدميرها بشكل ممنهج، مما أدى إلى فقدان القلعة لجوهرها المعماري الأصيل، وتم هدم الدور السكنية خاصة تلك التي تقع مساحتها أقل من 200 متر مربع. وبسبب ندرة الأراضي في القلعة في تلك الفترة، فإن الدور التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربع كانت قليلة للغاية، وحتى هذه الدور المتبقية أصبحت مشتتة ومتباعدة، مما جعل الحياة فيها مستحيلة ودفع سكانها إلى مغادرتها. أثارت عمليات الهدم التي بدأتها الإدارة المحلية لهدم المنازل والدور التراثية في قلعة كركوك أواخر سنة 1990 إلى استياء واسع في الأوساط الأكاديمية والآثارية. ونتيجة لذلك تدخلت شخصيات أكاديمية وآثارية رفيعة المستوى لدى السلطات العليا في الدولة، وقدمت مقترحات للحفاظ على سلامة القلعة وتطويرها. وكان من أبرز هذه الشخصيات الآثارية الآثاري والمؤرخ المعروف عبد الرقيب يوسف، الذي أرسل رسالة إلى الرئيس العراقي في 8 كانون الأول 1990 يطالب فيها بالتراجع عن قرار هدم القلعة والمنازل التراثية في القلعة، وإعادة النظر في تشكيل اللجان ووقف تنفيذ المشروع، محذرا من أن المشروع سيؤدي إلى تشتيت القلعة وتفرق سكانها، مما سيجعلها مجرد تلا أثريا مهجورا وفاقدا لنسيجه الحضاري والمعماري والتاريخي والتراثي. لما علمت أن صدام أمر بتخريب القلعة وأن ما يتكلم به صدام على الأغلب كانت لدى حكومة البعث يعتبر قراراً لم يكن لأحد الحق في نقد ذلك القرار أو يعارضه مطلقاً. ولهذا فكتبت 11 صفحة في رسالة إلى المديرية العامة للآثار والتراث في بغداد، فطلبت منها معارضة هذا القرار رئيس الجمهور صدام حسين لإنقاذ القلعة. ولما علمت وأخذت الخبر بأن مديرية الآثار كتبت على رسالتي هناك خطة وتوجيهات للحفظ، يعني لحفظ الرسالة وعدم الاعتماد عليه، أرسلت بتاريخ اليوم 6 من كانون الأول سنة 1990 برقية في 3 صفحات إلى صدام نفسه. كانت هذه البرقية خالية من المدح، وكانت برقية مشددة. بهذه البرقية أن أؤثر على صدام، مع العلم أن القلعة كانوا قد أعطوه للمقاول، وأن المقاول هدم أكثر من 100 دار. لكن صدام لما وصلت الرسالة إليه تأثر بالرسالة فطرد المقاول. تم إيقاف محاولات هدم القلعة في المرحلة الأولى بفضل تدخل الشخصيات الأكاديمية والآثارية لدى الرئيس العراقي السابق، بالإضافة إلى جهود الآثاري عبد الرقيب يوسف الذي أرسل عدد رسائل إلى مكتب رئاسة وزارة الثقافة والإعلام، ويذكر أنه قد تم هدم بحدود 100 منزل قبل إيقاف تلك المحاولات. يبدو أن قرار إيقاف هدم القلعة وتهجير سكانها في نهاية سنة 1990 من قبل رئاسة الجمهورية لم يلتزم بها الإدارة المحلية في كركوك، وهذا ما تبين من كتاب
دائرة الآثار والتراث إلى رئاسة الجمهورية، والتي يشير إلى أن المحافظة أبلغنا وأمر بتسليم المناطق المكشوفة من القلعة إلى دائرة الآثار لأغراض التنقيب بعد هدم البيوت التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لوضوح المعايير لذلك. وبموجب كتاب الدائرة التي أرسلت إلى وزارة الداخلية المرقمة 7/7/2/2/537 في 11 تشرين الثاني 1991، أوفدت الدائرة فريق عمل أجرى مسحا لغرض إعلاه، وقدم تقريرا بين فيها ضرورة مراعاة عند الهدم أو الإزالة الأمور التالية، منها الاحتفاظ بالقطع المعمارية الكاملة، دمج الدور الصغيرة المتقاربة وتحويلها إلى دور كبيرة بدلا من هدمها، إزالة الخرائب والإنقاذ من المباني القلعة، إحياء سور القلعة الخارجي وصيانة البيوت المطلة على السفح، الحصول على موافقة من دائرة الآثار قبل إجراء أي أعمال صيانة أو ترميم في القلعة. وقد أيدت وزارة الداخلية هذه المعايير وأبلغت بها الإدارة المحلية. إن تنفيذ أمر رئيس الجمهورية في 16 آذار 1990 ارتبطت بعمليات الاستملاك، والتي تمت على وجبتين، كانت آخرها مع نهاية سنة 1991، كما ارتبطت عمليات الإخلاء من السكان، والتي لم تنتهي إلا في 16 آيار 1993، حيث تم توجيه آخر إنذارات إلى المستأجرين والسكان لإخلاء دورهم خلال شهر من تاريخ أعلى. ئێمە لە کۆتایی ساڵی 1992 لە مانجی نۆ بۆدا 4 ماڵ مابووینەوە لە قەڵا، ئێمە چۆڵمان کرد گواستمانەوە لە قەڵامان بەجێهێشت. حقيقة توقفت عملية هدم المرحلة الأولى من هدم قلعة كركوك في نهاية سنة 1993، وتم اتخاذ قرار بتدمير قلعة كركوك بالكامل خلال زيارة صدام حسين لمدينة كركوك في 1 نيسان 1998، حيث رافقه محافظ كركوك آنذاك آيات فتيح الراوي. وفي اليوم الثاني أي في 2 نيسان 1998 صدر كتاب من ديوان الرئاسة يحمل الرقم 7108 يقضي بهدم القلعة، وتم تخصيص مبلغ 250 مليون دينار كالدفعة الأولى لغرض عملية الهدم، وهذا واضح من خلال هذه الوثيقة التي أمامكم. وتم نشر خبر عملية هدم المرحلة الثانية من قلعة كركوك بموجب الكتاب رئاسة الجمهورية وكتاب محافظ كركوك في تلك الفترة في صحيفة صوت التأمين في عددها السادس والسابع المزدوج لسنة 1998 قرار المرحلة الثانية لهدم قلعة كركوك، حيث جاءت فيها تنفيذا لأمر الرئيس القائد صدام حسين تتواصل في محافظة التأمين أعمال رفع الأنقاض وصيانة الأماكن الأثرية التي سيتم الإبقاء عليها في قلعة كركوك، وذلك بتخصيص 250 مليون دينار. وستقوم لجنة رئيسية تضم في عضويتها مجموعة من الكوادر المتخصصة من ديوان المحافظة ودائرة الآثار التأميم لغرض تنفيذ عمل بطريق أمانة وبإشراف السيد الفريق الأول الركن آيات فتيح خليفة الراوي محافظ التأميم. وسيتم إنجاز هذه المهمة خلال فترة زمنية أمدها 70 يوما. وانتهت عملية هدم القلعة بالكامل مع رفع أنقاض الهدم من على قلعة كركوك في شهر أيلول 1998، وبقي تسليم الحديد التسليح من المباني المهدمة تسليمها وخزنها في قشلة كركوك، بعد أن طالب دائرة الآثار والتراث من الإدارة المحلية التي أشرفت على عملية الهدم بكتاب رسمي المرقم 3775 في 6 أيلول 1998، والتي جاء في الكتاب نظرا لانتهاء أعمال رفع الأنقاض في قلعة كركوك يرجى التفضل بنقل الحديد التسليح الموجود في قلعة إلى مخازن الهيئة في قشلة كركوك. وهذا دليل واضح بأن انتهاء عملية الهدم بشكل كامل في قلعة في المرحلة الثانية.
أدت المرحلة الثانية من هدم قلعة كركوك التي نفذتها الإدارة المحلية في مدينة بأمر من رئيس الجمهورية آنذاك إلى تدمير كامل للجزء الأثري والثقافي والتاريخي من القلعة، وشملت حتى هدم مرقة حسن مكي، ولم يتبقى من القلعة سوى عدد قليل من المنازل ومسجد وكنيسة، ولا تزال قائمة حتى اليوم. وكان لعملية الهدم آثار مدمرة على مستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. فقدت المدينة جزءا كبيرا من تراثها التاريخي مما أثر على هوية السكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك أدت الهدم إلى تفاقم التوترات الإثنية، حيث شعر الكرد والتركمان وكل دول الآشوريين بأن هويتهم التاريخية والثقافية تعرضت للتهديد. بحجة الحفاظ على الطابع التاريخي تم تهجير سكان قلعة كركوك الذين عاشروا لقرون معالمها الحضارية والتراثية كجامع النبي دانيال وآثار كنيسة الأحزان وبيوتها التراثية، لتلك الآثار مكانة خاصة في وجدان سكان القلعة الأصليين، وتلك البيوت التراثية كبيوت لطيفور وصديق العلاف وعلي آغا وعبد الغازي أفندي وغيرها بقيت شاهدة على تاريخهم. لم يكن هناك مبرر لهدم قلعة كركوك التي تمثل جزءا عزيزا على جميع سكان كركوك سوى استكمال سياسة التعريب التي بدأها النظام السياسي السابق بتغيير اسم المدينة من كركوك إلى التأميم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة. وقد كشف شريط صوتي لعلي حسن المجيد عثر عليه في مقره خلال انتفاضة عام 1991 عن خطط النظام لتغيير الطابع العرقي للأحياء والأسواق والمعالم التراثية في كركوك. حقيقة إن أسباب ودوافع الحكومة المحلية والحكومة المركزية تتجلى في مجموعة نقاط، منها إن هدم قلعة كركوك جزءا من سياسة التعريب الممنهجة التي انتهجها النظام السياسي ضد مدينة كركوك منذ الربع الأخير من القرن الماضي. شملت هذه السياسة تغيير الهوية واللغة والتاريخ والتراث، بالإضافة إلى التهجير القسري للسكان الأصليين في المدن الأخرى. أسباب تهجير سكان القلعة وهدمها يعتبر إلى مسألة التعريب، وكان التعريب قائما واعتبر وفي مشروع التعريب لحكومة البعث في عهد صدام قد كتب ضمن قوسين كركوك الهدف المركزي للتعريب. فأراد النظام إمحاء هذه الآثار التاريخية بأسباب وبحجج واهية، وفي الأصل هو الهدف الأصلي هو التهجير السكان وإمحاء تراث مدينة كركوك وآثارها التاريخية. كان أو حكومتي بعد استراتيجي أو استراتيجي أو بعرب كردني همو أو شواناني كواهي لكركوك دا وقلاي كركوكش يكيبو لو شواناني كهمو بيكاتكاني كركوكي تيدابو بتابتي تركمانو كردو مسيحي وشوانا بيدقلوي كوا أو بيكاتاني تيابو پاشماوي شوێنەواریشیان تێدا وەکو مزگەوت و کاتەدرایی و کڵێسە و شوێنە گشتەکانی تر دەتوان بڵێن پاشماوی جوولەکەشی تێدا بوو. بۆیە بیرکردنەوە لە ڕووخاندنی ئەو بۆ یەکێ لەو هەنگاوە گرنگانە بوو بۆ ئەوەی کە بتوانێ ئەو پێکاتەیە ئەو پێکاتەی کە لە سەر قەڵا بوو هەڵوەشێنێتەوە. وهو الخطأ الكبير الذي اقتربته الحكومات السابقة والنظام السابق وهو التعريب. هاي المعضلة اللي هي غير مبرر لها ولا يستند عليها لا أخلاقيا ولا اجتماعيا ولا مجتمع كركوكلي. هذه مكوناته، أنت ما ممكن بين لحظة وضحاها أن تمحي قومية معينة من التاريخ ومن الوجود. هذا جريمة لا تغتفر. فالقلعة
يعني ماكو عودة إلى للسكن، ماكو نية للسكن لها، لكن توزيعهم ودمجهم بالحياة الاجتماعية مع المواطنين الآخرين. ثانيا، لم تكن زيارة صدام حسين لقلعة كركوك في 16 آذار 1990 مجرد زيارة عابرة، بل كانت تحمل في طياتها قرارا مصيريا بهدم القلعة. هذا القرار لم يكن منعزلا، بل كان مرتبطا بشكل وثيق بمجزرة حلبشة التي ارتكبها النظام العراقي في نفس اليوم في سنة 1988، والتي راح ضحيتها 5000 من المدنيين الكرد، حيث كان هدف صدام حسين من اتخاذ قرار هدم القلعة في هذا التاريخ هو بث الرعب والخوف في قلوب الكرد وتذكيرهم بمصير حلبشة والأنفال في محاولة لإخضاعهم وترهيبهم. وقبل أن يأتي صدام على قلعة كركوك في الذكرى الثانية لكارثة حلبجة، حيث ضربت الحكومة بالأسلحة الكيميائية سكان حلبجة على ما هو مشهور في العالم. بهذه المناسبة أتى صدام على قلعة كركوك، ووجدته في التلفزيون صدفة في اليوم 16 من آذار 1990، فرأيت أنه أمر، وكان حوله أناس كثيرين، قال: هدموا هذه الدور وعوضوا الناس بالأراضي. فعلمت أنه أمر بهدم القلعة، بتخريب هذه المدينة التاريخية القديمة. كان أحد الأسباب الرئيسية لهدم قلعة كركوك هو الرغبة في محو الهوية الثقافية والتاريخية للمجموعات الإثنية في المدينة، وخاصة الكرد والتركمان وكلد وآشوريين، من خلال تدمير القلعة. حاولت الحكومة العراقية إضعاف الروابط التاريخية لهذه المجموعات في المدينة، وبالتالي استكمال عملية التغيير الديمغرافي. هو تطبيق النظام تغيير الديمغرافي في مدينة كركوك، لكون مدينة كركوك مدينة تركمانية غير العربية، فقامت النظام بهدم جميع البيوت وتهجير أهاليها إلى مناطق الأخرى من الكركوك، وبعض العوائل نقلها إلى خارج مدينة كركوك. أيضا كان لهدم قلعة كركوك آثار مدمرة على مستوى الثقافي والاجتماعي، حيث فقدت المدينة جزءا كبيرا من تراثها التاريخي، مما أثرت على هوية السكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك أدى الهدم إلى تفاقم توترات عرقية ودينية في المنطقة، حيث شعر مكونات الإثنية بأن هويتهم الثقافية تتعرض للتهديد. کارکردن لەو پرۆژەیە ئەوە بووکەوە بنەما کۆمەڵایەتیەکانی ئەو پەیوەندی کۆمەڵایەتیانی کە لە قەڵا کۆبوو لە نێوان پێکاتەکان و پێکاتە ئاینی و نەتۆیەکانی سەرقەڵادا بەرەو داڕوخاندن ببەوە. هەر ئەوەش بووکەوە کوردەکەی دەربەدەر کردو و بردیە دەرەوەی شارەکە، و هەروەها بەشێکی زۆری ئەو مەسیحیانەشی لەسەر قەڵابوون وان لێ کرد کە کۆچ بکەنە دەرەوەی شارەکە، و ئەوانەشی کەوا تورکمان بوون هەرچەند زەویان دراپێ، بەڵام بوو بە هەڵتەکاندنی بنەما کەلتوریەکانی ئەوان کە لە قەڵاداهیان بوو و هیچ پاشماو و شوێنەوارێکیان نەمایەوە. وعند اكتمال عملية التهجير سكان قلعة كركوك وهدمها خلال فترة ما بين العامين 1990 و 1998، تركت هذه الأحداث تأثيرات متعددة وعميقة على سكان القلعة الأصليين، حيث شملت هذه التداعيات جوانب اجتماعية واقتصادية وثقافية بالغة الأهمية، ومنها يعد النزوح القسري أحد أكثر الظواهر المدمرة التي يمكن أن تصيب المجتمعات، مخلفة وراءها ندوبا عميقا لا تمحوها الأيام بالسهولة. ولعل ما حدث في قلعة كركوك في بداية التسعينات من القرن الماضي تأثيرا اجتماعيا على سكان القلعة، منها تفكك الأسرة
وفقدان الهوية والشعور بالظلم. تفككت الأسر، بعض البيوت مثلا أبناء أجرت بيوت والآباء بيت آخر، ولذلك هذا أدى إلى تفكيك بين أفراد الأسرة الواحدة. حتى إن التعويض بقطع سكنية خارج حدود القلعة وبلدية كركوك لم يكن كافيا لتعويض الخسارة التي لحقت بسكان القلعة، ففقدت العائلات روابط الجوار واضطرت إلى إعادة بناء حياتها في بيئات جديدة غريبة، مما أدى إلى تفكك الأسر وامتداد ذلك التفكك إلى النسيج المجتمعي الأكبر. أو أنواع كلك أمد كوتايا بم علاقة بم بيوندي كالسر قلا دروز ببو يسابو نمونا أو برادر أو خێزانەی کە لەگەڵ یەکە ئێمە ئەژیان وەکو خوشک برا ئێستا ئەو کاتە شەرێکی کەوتنە قۆڵێکەوە ئێمەش کەوتینە قۆڵێکی ترە. بۆیە مەبەستی ئەوە بوو ئەو پەیوەندیە کۆمەڵایەتیە تێک بدا کە لەوێ دروست ببوو و لە هەر جێگایەک پەیوەندی کۆمەڵایەتی باش دروست بووە حکومەتی بەعەز بەرنامەیەکی دانا بۆ ئەوەی ئەو پەیوەندیە هەڵوەشێنێتەوە. أو بزيان وخوي أي بينيد. أيضا لا يمكن فصل التهجير القسري عن الشعور العميق بالظلم، فعندما تنتزع ملكية الأفراد جبرا من بيوتهم التي امتلكوها بحق وهجروا من أماكنهم الأصلية بحجة الترميم التي تحولت إلى الهدم، ولذا لديهم شعور بالاضطهاد والقهر. هذا الشعور لا يقتصر على المتضررين مباشرة، بل يمتد إلى الأجيال اللاحقة ويتحول إلى جزء من الذاكرة الجماعية لمجتمع كركوك. Bize bu zulüm olandan sonra rahmetli babam durardı kal'anın yanaşasında ve bunu da Kerkük'te bile ve Kerkük milleti de bile. Bu adam durardı kal'ada günde. Gelirdi durar çayçı yanında Kerim idi. Otururdu orada çay içerdi. Kal'aya bakardı. Gözünden akan yaşta kurban olun. Gözünden yaş akardı. Ondan sonra ben gelirdi dükkanda işlemeye başlardı. Bu adam 1990'dan 91'den bu derdi çekti 98'e kadar her yerde kal'a akırda kal'anın derdinden gitti. Ölende de vasiyet etti dedi mali dolandırır kal'anın etrafında ve bizim de rahmetli usta Hasip de bu haykati dedi. Dedi ben ölenden sonra benim cenazamı yakarsınız, kafirlersiniz, kal'anın üst körü etrafında dolandırırsınız, yalla apartmanı mısır'a yetul balığa. أيضا إن قرارات النظام السياسي بتهجير سكان القلعة وهدمها قد تركت آثارا نفسيا واجتماعيا بالغا، فالنزوح ليس مجرد حدث عابر بل كانت صدمة نفسية واجتماعية تراكمت آثارها على المدى الطويل. إما برق ناغي دون كوتي براسي جيداغ براسي تاكو إستاش إما ئاساواری قەڵامان پێوە دیارە لە بیریشمان ناچێتەوە و خۆشترین ساتەکانی ژیانیش بۆ ئێمە بەڕاستی ئەوەی کە من لە یادمە خۆشترین ساتەکانی ژیانم و هەموو قەڵانی کە بینیشمە هەمیشە دائیمەن باسی ئەو ساتە ژیانانی خۆشە ژیانانی ئەکەن لە قەڵاکە چۆن پێکەوە ژیان و چۆن پێکەوە ژیانمان کردووە لەوێ. لەبەرەوە ئاساوارێکی خراپی هەبوو ئەو قەرارە بەڕاستی قەرارێکی شۆکێنەر بوو صادم بۆ ئێمە. إن تجربة هدم قلعة كركوك لم تكن فقط خسائر مادية، بل يتعلق بفقدان الانتماء وتمزيق الروابط الأسرية ومحو الهوية الثقافية وتوليد شعور بالظلم استمر تأثيرها لسنوات لاحقة. فالحفاظ على الأماكن التاريخية لا يعني إزالة سكانها الأصليين، بل يجب أن يتوازن مع حقهم في العيش في بيئتهم التاريخية والحفاظ على هويتهم الثقافية. وإن نقل ملكية المباني السكنية من المواطنين وملكية المعالم الأثرية من دائرة آثار كركوك إلى الحكومة المحلية في كركوك كانت هذا الخطوة هي الضربة الأولى لسكان القلعة، حيث تم نزع ملكية المباني السكنية جبرا من سكانها الأصليين. تم تعويضهم بقطع سكنية خارج حدود القلعة وبلدية كركوك. طبعا تم تعويضهم غالبية بدون استثناء. مجزي منتشرة في كركوك يعني مختلفة، وأكثر شيء على الجانب الكبير، الجانب الكبير بعد الخاصة، وقسمنا قليل يعني بآثار وكذا من هاي الأمور. والتعويض وكان القرار التعويض مكتوب مجزي لأنه
تدري كان المبلغ يعني 20,000 و30,000 ليس بقليل في ذلك الوقت، خاصة بالنسبة للقياس للدولار. والأراضي أيضا البلدية وزعت كاملة إلى كافة سكنة المنطقة، وهو ما يعني ترحيلهم وتهجيرهم من منازلهم الأصلية ومجتمعاتهم التي اعتادوا عليها، مخلفة وراءها الآلاف العائلات التي فقدت ممتلكاتها ومصادر رزقها. كانت العواقب الاقتصادية المترتبة على هذا الإجراءات وخيمة على سكان قلعة كركوك، وكان له تأثيرا مباشرا على تدهور الظروف المعيشية. وأيضا العائلات التي تم تهجيرها وجدت نفسها مضطرة لبدء من السفر في مناطق جديدة، كما أن التعويضات التي تلقوها لم تكن كافية في كثير من الأحيان لتعويض قيمة الممتلكات التي فقدوها أو لتغطية تكاليف الانتقال وإعادة الاستقرار. أدى ذلك إلى زيادة الفقر وتدهور مستوى المعيشة لكثير من الأسر. وبالنسبة تعويض كش أو نبوك تو بتواني بديلي أويك لسرو هادو بي لخوارو شتيكي تري بيبكي ببيت شوانوا هر أو بو بلي تعويض مداوة بيت زراري خوزياني زوري لخلطي قلاو لبيك وجيان دا لشاري كرخون دا. تعد الآثار الثقافية بمثابة مرآة تعكس تاريخ الأمم والشعوب، فهي ليست مجرد مباني قديمة أو تحف فنية، بل هي ذاكرة جماعية حية تحمل قصص الأجيال وتجاربهم وتشكل جزءا لا يتجزأ من هويتهم. ولكن ما حدث على قلعة كركوك العبث بهذه الآثار من خلال الهدم المتعمد بحجة الترميم أو التحديث، هنا تكمن الكارثة الثقافية التي تجاوز فقدان المباني لتصل إلى تشويه الذاكرة الجماعية وتراث الشعوب. كل المسيحيين كانوا ساكنين في القلعة، سكنتهم كانوا جوار واحد من الصف ثاني، جار يعني حائط صغير، فواحد يتردد على الثاني، واحد اللي يشمل مهام الثاني، همومه أحزانه. كعادات نحن عندنا عادات تقاليد فيها عادات الحزن والعادات الفقر، العفو، الفرح أيضا. ففي العادات الفرح الكل كان يفرح، والعادات السحل لا سمح الله في الوفاة كذا الكل كان يحزن ويا أصدقائه، وكلهم كانوا في بيت واحد بغض النظر عن جنسيته أو كذا، بيت واحد. إضافة إلى هذا في بيتنا نحن أيضا كان ويانا إخوان الإسلام، إخوان المسلمين همنا كانوا ويانا منسجمين، عادات سوا، تقاليد سوا، كان نفس العادات اللي نحن نقوم بها كانوا هم أيضا ويشاركون بها ونحن نشاركهم وياهم. مثلا على سبيل المثال كان أيام رمضان نحن أيضا كنا ما نقدر أقول نحن نصوم وياهم، بس كان نحن نقدر نفطر وياهم أو هم يجون يفطرون عندنا نسوي لهم فطور. وكذلك الأكلات اللي شعبية اللي كانت نحن نسويها هناك، كان عندنا أكلات صوم، عندنا نحن صوم، وعندنا أيضا أكلات أخرى. أكلات الصوم كان تطبخ تهيأ في الصوم، فأيضا كان البيت كل بيت لو تشوف كل بيت وقت الإفطار، يعني وقت الإفطار فتح حركة بين العوائل، هذا يودي أكله إلى جاره والذاك يجيب الأكل لجاره، حتى أكل حتى يشوفون مجرد شراكة بيناتهم. إضافة للعادات اللي قلت لها مثلا عادات الحزن، وفاة، هذه البيت ذاك البيت يصير حزين لمدة 40 يوم. هاي كانت تقاليد حاليا ما موجودة. لم يكن عملية الهدم مجرد إزالة لمباني قديمة، بل كانت تدميرا منهجيا لتراث متنوع يمثل قرونا من التاريخ والتعايش الثقافي بين المكونات الإثنية. فقدت القلعة بذلك ليس فقط مبانيها التاريخية، بل فقدت أيضا الشواهد المادية على الحياة، مجتمعات عاشت فيها ونسيجها الاجتماعي الذي يروي قصصا من التعايش والتنوع. انها قرار سياسي بحت، قرار سياسي بحت. لانه لماذا قرار سياسي بحت؟ لانه الاثار لا يلزم في قوانين الاثار، انما يحافظ عليه ويصان
يعمر. یەکێ لەو کاریگەری گەورانی کەوا بەجێهێشت لە فەوتاندنی مێژوویەکی دوور و درێژی تەلارسازی و فەوتاندنی مێژوویەکی دوور و درێژی نەخش و نیگار لە سەر قەڵا. بۆ نمونە یەکێ لەوانەی کەوا لە سەر قەڵا هەبوو کاتادرایی مەسیحیەکان کە کاتڕەدایەکی گەورە کاتادرایەکی گەورە بوو لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە تا ئێستا پاشماوەیەکی زۆر کەمی ماوەتەوە نەتواندرا چاک بکرێتەوە کە لە خۆیدا لە ڕووی ئاینەوە مێژوویەکی گەورە بوو. هەروەها ئەو حجرە و مزگەوتانی لەسەر قەڵا هەبوون مێژوویەکی دوور و دژی زانە کوردەکانی ئەو کاتە بوون کە لەسەر قەڵا وانیان و تۆتەویان لە ڕووی ئاینیەوە خوێندەواریان بڵاو کردوێتەوە. هەروەها ئەو نەخشوونی گارانی کە قۆناغە مێژوویەکانی سەر قەڵای تێدا بوو دەتوانم بڵێم بە قۆناغێکی گرنگدا دەدێن لە مێژووی جوولەکەتی لە مێژووی کورد و لە مێژووی پێکاتەکانی وەکو مەسیحی نەتەوەکانی تر. بۆیە لە ناودانی ئەو نەخشوونیگارە دۆزینەوەی بۆ جارێکی تریان دەتوانین بڵێن قۆناغێکی ونبوو لە مێژووی تەلارسازی هوەری نەخشوونیگار لەو شوێنەدا بەجێ دێڵێت. ئەمە لە ڕوویەکەەوە لە ڕوویەکەی کەشەوە تاکوی ئێستاکە چینەکانی ژێرەوە کە بۆ سەردەمی گۆتی و لۆلۆی و هوریمیتانی و میدی و سەردەمەکانی تر دەگەڕێتەوە تاکوی ئێستاکە هەڵکۆڵین و کنە و پشکنینی بۆ نەکرا. ومن خلال هذه الجريمة التي استهدفت قلعة كركوك التاريخية سعى النظام السياسي السابق إلى المحو المعالم التاريخية والحضارية في المدينة، وذلك كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى الإبادة الجماعية وتهجير سكانها. وتأتي هذه الممارسات في تناقض صارخ مع القيم العالمية التي تحرص على حماية المدن التاريخية والتي تعتبر في مختلف أنحاء العالم إرثاً إنسانياً يحافظ عليه ويحول إلى مواقع سياحية تبرز عراقة التاريخ والثقافة. طبعاً لهذا المشروع مجموعة من التوصيات. أولاً ندعو إلى إعادة تأهيل قلعة كركوك من خلال توجيه الحكومة المركزية والمحلية في كركوك لإعادة النظر في عملية إحياء وتأهيل قلعة كركوك، وذلك بإعادتها إلى طرازها المعماري السابق الذي كان عليه قبل عمليات الهدم التي قام بها النظام السابق، وتحويل القلعة إلى واجهة معمارية تراثية ذات فائدة تاريخية وسياحية للمدينة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة من الميزانية لإتمام عملية التأهيل. النقطة الثانية تعويض المتضررين. حقيقة تعويض سكان القلعة بتعويضات مادية مجزية وتقديم الدعم المعنوي لهم، وذلك تعويضا عما لحق بهم من الأضرار نتيجة تهجيرهم من مساكنهم الأصلية في القلعة، والعمل على إزالة كافة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السلبية التي لحقت بهم. أيضا الفسح أمام التنقيبات الآثارية وفسح المجال أمام الجامعات والمنظمات الدولية المتخصصة في التنقيبات الأثرية لتقديم مشاريع علمية وعملية لتنقيب في طبقات قلعة كركوك، وذلك بهدف اكتشاف الآثار الموجودة في باطنها وتحديد تاريخ بداية بناء القلعة والمراحل التي مرت بها في عصور التاريخية.